أهلا بكم مجددا في نبأ عاجل ورد إلينا منذ قليل. أفاد مراسل التلفزيون المصري بوقوع اشتباكات في شارع فيصل بالجيزة، وينضم إلينا مراسلنا كريم كمال. كريم، ضعنا في تفاصيل المشهد لديك خاصة أمنيا في شارع فيصل. نعم زميلتي العزيزة، بالفعل حدثت اشتباكات منذ قليل بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأهالي منطقة العشرين بشارع الملك فيصل، حيث كانت هناك مسيرة تمر من أمام الشارع، ورأت أن هناك إحدى المحلات تعلق صورة الفريق عبد الفتاح السيسي، وعلى الفور قامت بتهشيم الزجاج الخارجي لهذا المحل التجاري، وعلى الفور قام أهالي منطقة العشرين بملاحقة المتظاهرين حتى شارع نصر الثورة المجاور إلى إحدى المراكز التجارية، وقاموا أهالي المنطقة بتكسير هذا المركز التجاري في اعتقادهم أن هذا المركز هو تابع لجماعة الإخوان المسلمين. في شارع نصر الثورة وهو المجاور إلى منطقة العشرين يحدث حالة من الكر والفر بين أهالي المنطقة وأنصار الرئيس المعزول. لا يوجد أي تواجد أمني من قبل رجال الشرطة والجيش حتى الآن. أنصار الرئيس المعزول فروا هاربين من هذا الاشتباك الذي حدث إلى الشارع الهرم، وهو الشارع الرئيسي لكي يتجهوا إلى ميدان النهضة. اللجان الشعبية التي فرضها أهالي منطقة العشرين أمام الشارع، حيث منعوا مرور السيارات ومنعوا مرور أي شيء قد يمر من هذا الشارع. نعم. يتم الآن تواجد من قبل اللجان الشعبية التي تقوم بتفتيش المارة ومنع دخول أي أحد من الإخوان المسلمين. نعم. يعني الشيء المؤسف أن عندما رأوا أحد من الشباب الملتحي قاموا بالتعدي عليه في اعتقادهم أنه تابع إلى الجماعة، لكن سريعا تم التعرف عليه من قبل أهالي المنطقة بأن هذا الشاب لا ينتمي إلى الجماعة أو لأنصار الرئيس المعزول. حتى الآن الوضع أمام شارع العشرين فهناك حالة من الاستياء من قبل المواطنين في ولكن هذا الأمور قليلا كريم أم ماذا؟ حتى الآن هناك نوع من الحذر من قبل الأهالي المنطقة خوفا من عودة الأنصار. نعم. أنصار الرئيس المعزول مرة أخرى. نعم، مفهوم. للتعدي عليهم. نعم، شكرا جزيلا لك. نعم كريم، هل لديك أخيرا أفاد شهود عيان بأن هناك قتيل من قبل جماعة الإخوان المسلمين بطلق ناري أصيب في الرأس، لكن حتى الآن لم يتم التأكد من هذه المعلومة. شكرا جزيلا لك كريم كمال، موفد التلفزيون المصري إلى حي الهرم.